وعندك بقرار. يعني النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم شغال دلوقتي على مهاجم تاني، وشغال على باك رايت، وشغال على مدافع. مع ان انا شايف ان هادي رياض في اخر الموسم اللي فات، هادي رياض عمل موسم يعني محترم. الولد بس محتاج ان هو ياخد الثقه. ففي قرارات كتير في النادي الاهلي موجوده. الناس اللي بتتكلم وبتقول لك النادي الاهلي بيبيع اللعيبه بتاعته، صدقوني يا جماعه احنا كنا بناخد بطولات بلعيبه اقل من دي بكتير. ولكن احنا النهارده عندنا مدير فني جديد اسمه عبد موته. عندنا النهارده الراجل اختياراته اللي هيختارها ما عندناش فيها ازمه. تريزيجيه خلاص راح للرياض السعودي، ونقول له شكرا يا تريزيجيه، ونقول له الفتره اللي قضيتها مع النادي الاهلي وانت كنت مهاجم محترم جدا، وكنت هداف بطوله الدوري وهداف النادي الاهلي يعني. ولكن الراجل لود على الفريق. الراجل بياخد برضه مبلغ كبير جدا على النادي الاهلي، فحصلت نوع من انواع التراضي مع بعض. النهارده انت عندك برضه لسه الناس مش عارفه تكمل معاك ولا لا. محمد علي بن رمضان، قفشه، مجموعه كبيره. انت حسين شحات خلاص جدد مع النادي الاهلي، ودي صفقه محترمه جدا، تقريبا جدد سنتين. فانت عندك احداث كتير جدا في النادي الاهلي، وعندك كمان ناس بتحارب. النادي الاهلي، عندك ناس مش عايزه النادي الاهلي ينجح.